هدايا الحاج جابر والحاجة سعدية لأولاد أم زياد بمناسبة النجاح. هنتكلم على عزومة الجمبري والكابوريا عند آلاء ومحمد والاحتفال والدخول السينما. هنتكلم على خروجة مامة نهال والفسحة الجميلة ديت. بصوا هنتكلم على حاجات كتيرة قوي النهاردة في الفيديو بتاعنا، بس يا رب ما تزهقوش مني، معلش. عشان خاطر انا كنت المفروض انزل الفيديو دوت امبارح، بس معلش ما كنتش موجودة في البيت، فجمعت لكم بقى كده 3 فيديوهات مع بعضيهم. فهيبقى الفيديو طويل شوية. فاسمعوا بقى للآخر. وبعدين بشكركم بجد من قلبي لكل حبايبي اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في القناة بتاعتي. بجد بجد ربنا يفرحكم زي ما فرحتوني كده بأحلى اشتراك وأحلى مشاهدات وأحلى لايكات من أحلى ناس في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واحلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، وربنا يسعدكم ويفرح قلبكم لاحلى متابعين عندي في القناة، واللي لسه كمان هيخش برضه ربنا يفرحكم ويسعدكم وحطوا اللايك. نخش بقى كده على الفيديو الجميل دوت بتاع الحاج والحاجة وهدايا النجاح لأولاد أم زياد. احلى حاجة عجبتني ان الحاجة عارفة طبعا مقاسات الاولاد ايه، وهي طبعا اكيد كانت سألاهم هم محتاجين ايه وعايزين ايه، عشان خاطر الحاج جابر بيقول لها هو انت عارفة هم عايزين ايه وعارفة مقاساتهم؟ قالت له طبعا مش انا اللي بغسل لهم وعارفة هم محتاجين ايه. واحلى حاجه كمان ان كانت نيره متكلمه قدام منها وقالت لها اللي هي عايزه المايو. طبعا الحاجه حطت الكلام ده في دماغها، وما نزلت هي والحاج جابر فعلا راحت جابت لها المايو اللي هو الشرعي الاسلامي اللي هي كانت نيره نفسها فيه وكانت عايزه تجيبه. يعني هي ما شاء الله جابت لهم، وجابت لرمس مايو وجابت له كاشة مايو وطاقيه، وجابت له بالسيف طقمين تيشيرتات كده وشورتات كده للزوم ايه المصيف. فهم كده من الواضح ان هم طبعا بيحضروا هدوم المصيف. طبعا زي ما نيرة قالت احنا هنطلع مصيف، بس اما ايه الدكتور يحيى يخلص امتحانات فتنتظروا بقى كده ان شاء الله الايام الجايه. هم بيحضروا بقى كده ايه هدوم المصيف الجميلة ديت علشان خاطر يطلعوا بقى الرحلة بتاعتهم الأيام اللي جاية. طبعا هو جابت سوت لزياد وجابت له قميص أورنج كده هوت. بصراحة يعني دلعتهم وظبطتهم. واحلى حاجه ان كانت الحاج والحاجه بقى هم كده هوت انجازيه مع بعضيهم. راحوا جابوا الهدوم سوا وقعد عزمها على بطاطس كده هوت بره. عايزه اقول لكم الحاج جبر ما بياكلش اكل بره خالص، ما بيحبش ياكل اكل يعني كده ايه من اي محل او اي الكلام ده كله، بيحب الاكل البيتي. بس اللي استغربته بقى ان الحاج بيقول لنا انا اللي بصور ويا رب الكاميرا تطلع مظبوطه. فعلا في اول الفيديو كانت تحس ان الكاميرا ايه مقربه عليهم قوي او الكاميرا معوجه كده شويه. استغربت فعلا ان الحاج، يعني استوقفتني بصراحه الحته دي، ان الحاج طول عمرهم وهم بقالهم كتير، مش طول عمرهم، بقالهم بتاع ايه 4 5 سنين اهوت على السوشيال ميديا، ان هو ما يعرفش يصور. بدليل اللي هو فعلا كان ايه كان بيشارك عياله في التصوير. يلا يا بابا، يلا يا بابا نصور محمد، يلا يا بابا نصور حسن، يلا يا بابا نصور، فاهم انت ازاي؟ يلا يا حاج نصور، يلا يا حاج نصور، عارفين كده. فكان مش عارفه اجيبها لكم ازاي، اللي هو يعني ايه كان واثق في عياله اللي هم هيفضلوا ايه على طول العمر معاه، ومش عايز يتعلم مثلا التصوير. هو التصوير مفيهوش حاجه، بس هو يعني برضو كراجل كبير وخلاص برضو الحاجات دي ما بقاش ايه ليه خلق ليها. عايزه برضو الشباب، لان التصوير على قد كده هو مرهق، مش سهل. يعني مونتاج بقى وتصوير ويظبط الكاميرا والكادر وما اعرفش ايه وظاهرين ولا مش ظاهرين وتعالى كده ومش عارفه ايه، ولو حته باظت هنعيدوها تاني، عارفين كل الكلام ده كله. فبجد قد ايه ان الزمن بيعلمنا اللي احنا ما نثقش في حد، حتى اقرب الناس لينا. اه والله العظيم بجد، مش عشان خاطر حاجه والله، بس يعني مش عارفه ليه انا حسيت جه في بالي كده ان الحاج مثلا ما تعورش بلوم انا اول مره اصور ما بصورش خالص. الحته دي بس هي اللي جت في بالي، يعني اما الحاج بيقول كده قلت ايوه ايه ده معقوله الحاج جابر بقاله 4 5 سنين ما صورش ولا مرة فيديو؟ فقعدت كده فعلا فكرت مع نفسي لقيت ايوه كل الفيديوهات كان يا زياد بيصور، يا حسن، يا محمد، يا يوسف، انتوا فاهمين، يا محمود. كان كده ما فيش مرة فعلا لقينا الحاج هو اللي ماسك الكاميرا وبيصور. فبجد الواحد بيقول يعني
سبحان الله والله، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. مش كل الناس ما يتوثقش فيها، بس انا فعلا مش عارفه الموضوع ده كده، حبيت اقوله لكم. اللي بجد ما حدش يدي الامان لحد، بالذات في شغله وفي اكل عيشه. لاني في لحظه ممكن يعني ايه، الظروف تتغير، النفوس بتتغير، دوام الحال من المحال زي ما بيقولوا. ممكن حد يسافر، حد يجيله شغل بعيد، ما يبقاش قاعد معاك على طول، اللي هو ممكن يصور لك او يهتم بفيديوهاتك او بالكلام ده كله. فربنا يصلح لهم الحال. بجد بجد يعني كان الفيديو جميل قوي قوي قوي، وفيه طاقة إيجابية وروح الجد والجد كده الحنينين على أحفادهم اللي فعلا بيحبوهم وعايزين يشوفوا هما محتاجين ايه. وطبعا الحاج جابر بيقول هيعمل مفاجأة كبيرة للحاجة، وهيجيب لها حاجة هي نفسها فيها. مش عارفة بقى، بيقول حاجة هتفرحها، مش عارفة بقى ايه هيفرحها، وهيجيب لها هدية ايه. لان هو كان بيقول لها لو كل واحد عجبته الهديه اللي انت جبتها له وفعلا طلعت مقاسه، انا كده يسقف وهعمل لكم ايه، وهعمل لها مفاجاه. طبعا كل الحاجه بصراحه جميله جميله جميله. تسلم ايديك يا حاجه، بصراحه مجايبك حلوه وذوقك جميل، وتعيشي وتجيبي لهم كده انت والحاج وتفرحيهم دايما. بجد الحاجه جميله قوي قوي، وتستاهل فعلا المفاجاه اللي الحاج جابر هيعملها لها. نخش بقى كده عند مين بقى؟ عند مامة نهال، الشياكة والطعامة والأناقة والجمال بصراحة. شيك، والطقم اللي هي لابساه دوت كان جميل قوي يا أم نهال بجد. شيك عليكي قوي قوي قوي، ومحترم وجميل بصراحة. يعني شكله حلو، عجبني الطقم جميل. تدوبيه كده هوت في الهنا ان شاء الله. طبعا هما كانوا عاملين خروجه كده هوت حلوة بسيطة، بس استغربت ان انتوا مش اخدين معاكم نهال المرة دي ليه بقى؟ هما كانوا اخدين شكلها كده اختها وعيال اختها معاهم، بس هما ما بيظهروش معاها في الفيديوهات، لان كانوا مصورين كده وهم قاعدين، بس ما كانوش جايين، كانوا جايين كده بظهرهم. طبعا هم راحوا خروجه حلوه كده بسيطه، راحوا المنتزه وقعدوا قعده حلوه زي كل الناس كده ما بتروح المنتزه. عايزه اقول لكم المنتزه بقت روعه بعد التحديثات والتجديدات اللي هم عملوها، بقت جميله جدا 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 قوي 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 قوي، بجد جميله. واللي هو العربيه اللي احنا بنركبوها من جوه دي كده تقعد تلف بيكي المنتزه كلها حته حته، بتفرجها لك، لان المنتزه دي كبيره جدا يعني محدش يقدر يجيب اخرها في المشي، بجد توجع الرجلين. ففعلا حلوه قوي حته العربيه اللي هم عملوها فيها كده. تركبوها كده، هو عربية مفتوحة كده صغيرة يعني. تركبوها كده وتلفلفكوا بقى كده جوه في المنتزه، وتوريكوا الأماكن الجميلة. ومامة نهال كانت قاعدة بتقول احنا جايبين جبنات ومش عارفة ايه وشيبسي وحاجات كده هوت ايه، أكل بسيط مش وفي ناس جنب منهم جايبة بتقول مشاوي ومش عارفة ايه والكلام ده كله. هي الخروجة فعلا مش بالأكل ولا بالشرب، لا الخروجة كانت تقعدي قاعدة حلوة كده في حبة الهوا، في الخضرة، في المية، يعني عارفين، مع ناس حلوه. الصحبه الحلوه طبعا شيء اهم حاجه، بتفتح نفسك على اي حاجه اي خروجه. فهي اللي عايزه توصله لنا، اللي يعني ما تعقدوش نفسكم في حته الاكل والشرب. احنا ما بناكل وبنشرب في بيتنا، انت والغرض من الفسحه انك تغير جو، تشم هوا نضيف، تفسح اولادك. يعني ما شاء الله كنت شايفه هنا وعمر عمالين يركبوا بقى في عجل، وكتغيير بقى قاعده حلوه يضحكوا ومش عارفه ايه يهزروا. كفايه ان انت غيرتي جو البيت الجميل بصراحه. بصوا الطقم بصراحه انا شايفاه شيك ومحترم جميل واسع وطويل ومش ضيق، لا هي بصراحة ست محترمة وتستاهل كل خير بجد بجد. تحس ان هم ليهم كارير كده مع نفسيهم، ماشيين فيه، ولا بيقلدوا حد، ولا بيتكلموا على حد ولا اي حاجة. يعني انا بحب بصراحة نوعية الناس اللي على اليوتيوب اللي هي نفس الحكاية كده، ولا بتلقح ولا بتتكلم ولا بتقول اي حاجة. انا ليا دعوة بنفسي بس، انا ما بحبش حد يعني ايه كده. لا دي كانت احلى حاجة بصراحة هم بيعملوها. خروجاتهم، فسحهم، يومياتهم، هي مهتمة بنفسها وبعيالها. ربنا يوفقها ان شاء الله، يديها الصحة والعافية يا رب، وتفرح بعوض نهال كده ان شاء الله يا رب عن قريب. ربنا يرزق كده نهال يا رب بالذرية الصالحة ان شاء الله. ادعوا لها يا جماعة بجد، ربنا يرزقها كده بالذرية الصالحة ان شاء الله، ومامتها وباباها كده يفرحوا بيها ويشيلوا عيالها كده اهوت يا رب ان شاء الله. نخش بقى نروحوا عند مين؟ نخش عند محمد حورات وآلاء. طبعا
آلاء بتقول انا حققت حلم من احلامي، اللي هي طبعا العشق الكابوريا بتاعت آلاء عايزه اقول لكم بتموت في حاجه اسمها كابوريا. بتحبها قوي يعني كده اهوت، وبتاكلها وجايبه الشاكوش بتاعها. بس بصراحه في حبه تفاصيل كده اهوت احنا طالعين بنحلل ايه الفيديو اللي احنا شفناه. بصراحه هو كان فيديو عادي، زي روتين يومي زي اللي هم كانوا بيعملوهم قبل كده، بس هم بقوا بيغيبوا قوي علينا في الفيديوهات. تحس ان هو محمد ما بقاش مثلا عنده افكار ان هو يعملها تاني على على اليوتيوب او ينزلها، فبينزل بقى ايه كده هو يوميات. لا بالعكس، احنا ممكن نتقبل اليوميات ديت منك ونحبها لو انت بتنزلها لنا كل يوم. نزل يوميات، بس انت ما تغيبش قوي كده على المتابعين، تقعد بالكام يوم ما تصورش وفي الاخر تنزل ايه بالفيديو بتاع الروتين. هو مش وحش، احنا حابينه وحابين اللي احنا نشوفوكوا ونستمتعوا بيكوا وكل حاجه، بس ما تغيبش تاني على المتابعين. طالما انت بتنزل برضو كده يوميات، اكيد يا قلق كل يوم بتعمل اكله، اكيد بتخرجوا الكلام ده كله، فاحنا عايزينكم تبقوا على طول متواجدين، ما تغيبوش عننا. نتكلم بقى على وقفة توتة القمر الجميلة، وقفة بتتفرج على الشاشة كان على خالها محمد رزق. كان بيعمل الفيديو بتاعه اللي هو بتاع الطيارة دوت اللي هو كان جايبها، فكان بيجربها قدام المتابعين وعامل فيديو وهي توتة واقفة. بصوا البصة، بصوا الجمال، بصوا القمر، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك بجد، كلنا نقوله ما شاء الله. ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها ويحميها. توتة على توتة العسل القمر الجميله. واقفه، عارفين تحس اللي هي اخده بالها ومركزه وشايفه الطياره وبتبص يعني ومنتبهه ومستمعه قوي وفاهمه هو الفيديو بيتكلم عن ايه. بجد وقفتها ديت لفتت نظري. بصراحه شكلها حلو قوي قوي ما شاء الله. انا بحب الاطفال في السن ده وبيبقى دمها خفيف وبتعمل اساسا حركات كده تلقائيه بتطلع منها دمها شربات كده وزي العسل. ما شاء الله ربنا يبارك فيها يا رب ويحميها ويحفظها. نخش بقى نرجع تاني على أكلة الكابوريا. طبعا الحاج رزق واضح كده اللي هو فعلا بيحب محمد قوي 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 قوي، وعايز يورينا فعلا قد ايه حبه. يعني طبعا محمد واقف بيصور ماسك الكاميرا، هو عمال يقشر في الجمبري وعمال عايز يديله، بيفصص في الكابوريا وعايز برضو يديله ياكله في بقه. ومحمد حلف عليه، ده يحلف وده يحلف، ده يحلف وده يحلف، هما الاتنين عمالين يحلفوا على بعض مين ياكلها. طبعا تسلم ايديكي يا لولو وكل حاجه على الاكل القمر اللي انت بتحبيه دوت وجميل. وهي طبعا كانت جايبه الكابوريا العملاقه اللي هي كانت نفسها فيها. هي كل مره كانت بتجيب الكابوريا الصغير، المره دي بقى جايبه اللي هو الايه الحجم الكبير بقى اللي احنا بنشوفهم الصينيين بياكلوه دوت. حتى هي بتقول في حجم اكبر من كده برضو عايزه تبقى تجيبه. وكانت جايبه لها شاكوش صغير كده. عايزين نقول لك بقى لو انت بتحبي فعلا الكابوريا قوي كده بقى هاتي ادوات الكابوريا كلها عشان ما تتعبكيش في التفصيص. اولا في كسطاره بتكسر اللي هي المقصات بتاعه الكابوريا، دوبك تضغطي كده اهوت عليها، غير الشاكوش دوت بتكسري كده اهوت عليها، بتحطيها بين الكساره دي وتضغطي عليها كده بتكسرها لك. في شوكه كده صغيره ليها زي سنين بتطلع برضو اللحم بتاع الكابوريا اللي هو بايه بيبقى برضو داخل في الحتت كده الصغيره دي. في برضو بتبقى زي معلقه كده صغيره بتطلع برضو لحم الكابوريا. يعني عايزين نقول لك في ادوات اساسا مخصصه لتفصيل الكابوريا والجمبري، يعني ديت كده شنطه كده مخصصه فيها الحاجات دي كلها عشان ما تتعبكيش في التقصير طالما انت بتحبيها. تاني حاجه برضو يا لولو يا قمر، مش حاطه ليه مفرش كده اللي هو المفرش المشمع او البلاستيك اللي هو بيتحط عليه الاكل وبعد ما ناكله بقى الزفاره والقشر والحاجات دي كده يتلملم كده ويترمى في باسكت الزباله. بدل ما تاكلي على الحافظه او السجاده او ينزل عليها نقطه ميه كده من الكابوريا ولا الجمبري ولا ينط عليها اي حاجه، هتزفر لك الدنيا تبقى ريحتها وحشه. واحنا شايفين طبعا تانيين بدات بتحبي ومش عارفه ايه، ممكن تلاقي حته قشره حته اي حاجه في الارض تحطها في بقها. احنا عارفين طبعا ان انت نضيفه على طول بتتنسي وكل ده، بس برضو يعني الناس كلها حتى بتتكلم في التعليقات على النقطه دي اللي انت فيه مفرش كده بتفرشيه عشان تحطوا عليه الاكل. بس هو ده كان تعليقنا. في برضو تعليق تاني بس هي بتقول لا انا بحب اكل الكابوريا كده، يعني باباكي جاب عيش انت لو بتحبي تاكلي كده، بس انت عارفه باباكي ومامتك عندك كنت عملتي كده طبق طحينه جنب الاكله الحلوه دي عشان حتى باباكي يغمس كده بالعيش. طبق رز صغير، شوربه كده اهوت. فين الشوربه بتاعت الجمبري والكابوريا والحاجات دي كلها؟ طبق شوربه كده اهوت كنت اعمليه. يعني الاكله ديت تفصيص بس كده مش مشبعه. ده انت لو اكلتي يعني كوم قد كده اهوت كام كيلو من الجمبري والكابوريا مش هتشبعي. حبه رز يشبع، حته العيش
عيش جنب الطحينه تشبع. حبه سلطه، عارفين الحاجات دي كده كلها يعني ماشي. انت لو لوحدك ماشي، بس انت عندك باباكي ومامتك. انا شايفه باباكي بتقولي بابا جايب عيش، فالعيش ده هيغمسه بايه؟ كنت عملت له حبه طحينه كده يغمس ايه، فيها لحمه الكابوريا كده ولحمه الجمبري. بس بالهنا والشفا على قلبكم. ومش عارفه ليه حاسه ان مامة الاء المره دي ساكتة، يعني شايفاها هادية خالص كده وساكتة، ما بتتكلمش خالص، مش عارفة ليه. غير كل مرة قبل كده كانت بتبقى متجاوبة كده ومتفاعلة، مش عارفين بقى زعلانة من حاجة، هي مقلة كده في الفيديوهات أو في الكلام في الفيديوهات، مش عارفة. يعني شايفين الحاج رزق المرة دي هو اللي بيتكلم أكتر في الفيديوهات. مامة آلاء لا، هادية كده وساكتة واخدة يعني جنب كده، مش حاسين ان هي بتتكلم كتير. بس طبعا احلى حاجه من وجود مامة الاء وباباها هناك عندها في الامارات ان هما بيسيبوا تالين معاهم وبتتفسح. طبعا بتخرج بقى هي ومحمد. عايزه اقول لكم والله وهما الاتنين كده خارجين مع بعضهم فكروني بايام الخطوبه، اول ما محمد كده خطب الاء وكانوا بيروحوا يتفسحوا بقى سوا مع بعضيهم، بقى عارفين ايام الدلع بقى دي كده، اللي هي في اول في اول الحكايه في اول الموضوع. بس والله احنا فرحانين لك يا لولو طبعا، اللي انت مبسوطه، لان هي كانت فرحانه قوي قوي ان هي كانت نفسها تخش سينما، وكان من زمان ما دخلتش سينما، وما بيعرفوش طبعا يخشوا بسبب توته عشان طبعا صغيره وممنوع تخش السينما وبتعيط والكلام ده كله. فاحلى حاجه اللي هي خرجت واتبسطت وراحت وجابت فشار بقى ودخلوا السينما، ومحمد عايشها كده هو خروجه رومانسيه من ايام من ايام الخطوبه. عايزه اقول لكم ساعات الاطفال فعلا في السن الصغير دوت وفي بالذات في بدايه الجواز مع الاب والام بتبقى يعني مشكله كبيره ان انت مش عارف تخرج او تتفسح انت ومراتك ومعاك بيبي صغير. وبتبقى ساعات تضايق، انا بقى لسه متجوز وبدايه حياتي، انا لسه عريس، عايزه اخرج، عايزه اتفسح، عايزه افسح مراتي، انا عايزه اخرج مع جوزي، عارفين الكلام ده كله. اه والله في ناس بتبقى يعني كده متضايقه عايزه تسرب عيالها في اي حته، عند حماتها بقى، عند مامتها، عند اختها، عند جارتها. تحسوا يعني اللي هم. ففعلا في ناس كتيره بتاجل حته الخلفه، انا مش مع دوت، بس انا بقول لكم يعني فعلا في ناس كده بنقل لكم يعني وجهات النظر اللي انا ساعات بشوفها في الحياه. تقول لك لا انا هاجل الخلفه كده سنه او سنتين في بدايه الجواز عشان اعيش حياتي كده انا وجوزي، نتفسحوا ونتدلعوا ونروحوا ونيجوا بقى كده مع بعضينا ونعيشوا حياتنا، وبعد كده نبقى نخلفه، لان فعلا هي العيال رابطه. يعني مش بالسهل انك تجيب عيل كده وخلاص، لا لازم التربيه كويس والاكل والشرب، وتبقي مهتميه بكل تفاصيل حياته وكل تفاصيل يومه، يعني مش بالساهل. فربنا يسعد الناس كلها يا رب ويخلي لها عيالها، واللي ما عندوش عيال ربنا يرزقه كده الذريه الصالحه يا رب ان شاء الله عن قريب. طبعا احنا مستنيين برضو نشوفوا حلم الاء لان هي كانت منزله بتقول في حلم من حياتي، مش عارفين بقى هتعمل مشروع، هتسافر، في سفريه كده، في مشروع جديد هيعملوه، مش عارفين احنا طبعا قاعدين ومستنيين اما نشوفوا المفاجاه اللي هم بيحضروها، وحلم حياتها اللي هي هتحققه ان شاء الله عن قريب. طبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه لو اول مره تشوفي قناتي، فضلا وليس امرا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم، واللايك الجميله بتاعتكم واحلى تعليق منكم ليا كده هوت، وتدعموني بجد كتير عشان قناتي تكبر باحلى اخوات واحلى متابعين واحلى عيله في الدنيا. بجد بجد اي حد عندي في القناه او لسه هيخش بجد ربنا يسعدك زي ما بتسعدوني ان قناتي بجد تكبر باحلى عيله واحلى متابعين. بجد ما اقولكوش ببقى فرحانه قد ايه لما بلاقي قناتي بجد كبرت بيكم، وان حد فعلا دخل كده واشترك في القناه بتاعتي واتفرج على الفيديو بتاعي. فبجد ربنا يسعدكم، هتوحشوني واستنوني فيديو جديد، مع السلامه.